السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الزبيب بطريقة كده إن شاء الله سهلة وتعجبكم. هنا معانا حلة على النار، طبعا فيها مية بتغلي. هنعمل ايه؟ هناخد مع المية دي هنعصر فيها ليمونة بالشكل ده. طبعا غسلنا العنب ونقعناه كويس جدا. العنب الاحمر زي العنب الابيض، هما الاتنين بيتعملوا بنفس الطريقة، وهيديكي ان شاء الله نتيجة حلوة وما نشتريش زيوت من برا. هنا عصرنا الليمونة كاملة. هنبدأ بقى ناخد نص معلقة من بيكربونات الصودا اللي هي الكربوناتو، بس كده. هنبدأ بقى ننزل بالعنب بعد ما غسلناه. عندك بقى العنب طبعا هنقي كويس، وهننزل بقى كده بالعنب بالشكل دوت. وزي ما احنا شايفين لازم العنب المية تغطيه كويس كده بالشكل دوت. هنسيبه مش اقل من دقيقة ومش اكتر من 3 دقايق، يعني اظبط التايمر او شوفي كده دقيقة واحدة، وهننزله او هنصفيه بالشكل دوت اهو. طبعا كده عدت الدقيقة. هبدأ بقى انا اصفيه بقى كده واخرجه. العنب سوا عندك في العناقيد بتاعته كده، حطيه بالعناقيد، وبعد كده هنبدأ بقى نشيل العناقيد دي منه. ما عندكش ليمون هنحط نص معلقة صغيرة ملح ليمون. ما عندكيش كربوناتو هنحط بيكنج باودر، الاتنين هيمشوا اهو زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى نصفيه كده من المية. هنا بقى معانا صينية وهنبدأ كده نفرشها اي عندك قماشة بيضاء، او المهم انها تكون نضيفة، او مناديل مطبخ زي كده. هنبدأ بقى نفرد عليها العنب. وزي ما احنا شايفين العنب رصناه كله كده جنب بعضه، ممنوع تبقى حباية فوق حباية. هنسيبه بقى تحت المروحة، يعني مش هنشغله مروحة مخصوص، احنا طبعا كلنا مشغلين دلوقتي مراوح، فحطيه جنبك بقى وهي المروحة شغالة. وكل يوم بقى هنشوفه هيبقى شكله ايه. والنهاردة تاني يوم للعنب، زي ما احنا شايفين لونه بدأ يتغير. بدأ يتغير كده اسود. طبعا هنا لو احنا عاملين العنب بالعناقيد، هنبدأ بقى النهاردة نبدأ مثلا زي كده. هنبدأ بس ان احنا نمسك العنباية كده ونلفها، هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهولة هي. بس طبعا بالراحة احنا بنلفها عشان ما يتفعصش معانا اهو زي ما احنا شايفين. نبدأ بقى كده اللي احنا عاملينه كله بالعناقيد، نبدأ كده نشيله كده بالراحة اهو. هنشوفه بقى بعد كده هيبقى شكله ايه. وحاولي كده تفرديه، يعني تقلبيه كده من وقت للتاني. وطبعا هنشيله تاني تحت المروحة اهو. السلام عليكم. النهاردة تالت يوم للعنب او الزبيب. زي ما احنا شايفين بدأت الحبايات كده تدخل في بعضها وتدخل في مرحلة الزبيب زي ما احنا شايفين هي. هنشوف بقى بعد كده بكرة ان شاء الله يبقى شكله ايه.
السلام عليكم. هو النهاردة اليوم الرابع في الزبيب، طبعا محتاج كمان يوم او 2. زي ما احنا شايفين كده. وده العنب بعد ما تحول لزبيب، زي ما احنا شايفين كده الشكل بتاعه. انا طبعا سبته بعد ما شفنا في اليوم الرابع كمان يومين لحد ما نشف كده. وبقى الشكل دوت. وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.